توفى خيك عمر وكتبت له شيء يس. دفنته بايديك. ايه قد ايه كان عمره؟ 8 سنين. كيف توفى؟ كنت بالصالون بالبيت، سمعت صرخة، اختي شافته من الشباك البيت، ضربته السيارة، رمته شيء 13 متر يعني. بالشام كنتوا بعدكم ولا كنتوا؟ لا بتركيا. تركيا. ركضت لعنده حافي ووصلت لعنده، كان بعده مفتح عيونه، اخذوه لانه كمان كانت ستي فايته حديده برجلها، فاحترت انا مين بدي اسعف، انا كنت الشاب الوحيد بالبيت. اوف. فبعته هو بسياره، ما بعرف ليش الله هيأ لي انه هو ما في شيء، يعني هلا حروح لاقيه، بس خفت على ستي الكبيره بالعمر. كمان اخذته رحت لهنيك. هو كانوا عم بيحاولوا فيه، بس بوقتها توفى بلحظتها تقريبا، يعني شو دماغيا. كتبت له بوقتها؟ الموت أخذ كبدي وحطه بضريح، ما عم بقدر أتقبل لكن صريح، ما عم بقدر أشفى بموتك أنا جريح. فيك تغني لنا اياه شوي؟ معني بلا موسيقى. والله ما تقتلني. بس غني لي منها 20 ثانية هيدي، بس هيك، بس خلي ما عليه، بلا موسيقى بلا شيء. سمع فيني لك إياها؟ ايه بس على الميكرو معلش معني. يا أكيد. الموت أخذ كبدي وحطه بضريح، ما عم بقدر أتخطى لكن صريح، ما عم بقدر أشفى بموتك أنا جريح، من ذكريات كل ليل قبيح. أخي نفسك ملاحقني بكل مكان، وبمخيلتي عيونك بكل وقت وزمان. قبل وفاتك بدقايق جيت ضميتني، يا ريت أخذتني معك وبتابوتك خليتني. صرخ في أبي اهدى وما تحسس أمك، رجال أنت ولازم تتحمل همك. شفته مسطح على الأرض وروحه الطاهرة طالعة، والوحش ضربه واختفى ما شافه مرة، والحق راح والأخ ضاع وروحي ضلت معه. الحزن لعب دور كتير كبير بانه يطلع كل ابداعك شامي. نزوحك الى تركيا ايضا وايضا طلع منك قلنا ما في انتمي للويل. حكيت عن ازمه انتماء بيعاني منها كل السوريين اليوم بالعالم، وموال ما في انتمي للويل كان اذا بدك هو بدايه الطريق. غير عمر، لانه كمان عمر العالم ما بتعرف، بس كمان عملت هيك، كمان عملت شيء. هي الشرارة اللي قالت لي ما في طريقة تانية لتعبر ومكتوب. الحزن يعني. انت كل شيء، واصلا في اصلا حتى هلا يا ليل ويا العين كل شيء بتغنيه انت بتحس فيه شيء، فيه شجن، يعني بياخدك على الشجن. صح. يعني الحزن لما بيلعب دور كتير كبير انه يطلع ابداعك. معلش احنا جربنا اول شيء نضحكهم ونسليهم، بس ما في محل بحياتك كحزن بدنا